لا ما يمكنش اكبر مفاجأة في الحرب. واش عرفتوا شنو هاد الشيء وشنو معنيت هاد الشيء؟ هادو مستوطنين في تل ابيب في الكيان يتظاهرون ضد الحرب. قال لك حنا ما بغيناش هاد الحرب، ارهقتنا وعينا ما نبقاو في الملاجئ. اي انه انقلب السحر على الساحر. علاش تنقول هاد العبارة هادي؟ لان الهدف الاول ديال امريكا والكيان من نهار بداو الهجوم هو انه في ايران يوقع هاد الشيء، يخرجوا الناس ويتقلب النظام. يعني غيموت المرشد وغترون تما وغيخرجوا الناس في مظاهرات وصافي السلام عليكم. ولكن ها حنا تنشوفوا العكس، والمشكل انه ماشي غير الشارع في تل ابيب هو اللي ما باغيش، او لا في امريكا صحف وجرائد ابرزوها وول ستريت جورنال تتقول لك بانه ترامب براسو ما باغيش انه يدخل، او ان هاد الحرب هادي تستمر لواحد المده اللي هي طويله لعده اعتبارات ما نفهموهاش، انه بسبب القوه ديال ايران ولا انهم ما قادرينش نيت يمحيوها ولا، ولكن راه كاين اعتبارات واحده اخرى ابرزوها واللي نيت باينه وواضحه، هو ان هاد الحرب هادي تقدر انها تستنزف القدرات العسكريه او الاستراتيجيه ديال الامريكان، وممكن ان الصين وروسيا يتحركوا، ماشي التجمع الامريكا ولا ممكن يمشيو لطايوان، ممكن يمشيو لبزاف ديال البلايص اللي عندهم حتى هما اهداف، وممكن انه روسيا تشدد او لا تضاعف الهجوم ديالها. يعني كاين بزاف ديال الاعتبارات على اوكرانيا ولا. هاد الشيء تيبين لك بانه هاد الحرب اقصاها هو انه غيتحل مضيق هرمز، وانهم غادي يعاودوا يقادوا واحد الاتفاق اللي هو نووي كما كان في العهد ديال اوباما وفجا ترامب قطعوا، وها هو ربما يرجع ليه، لانه صعيب بزاف انه يتحملوا العبء ديال الحرب. غتكون طويله، واخبار خارجه تقول لك بانه المخزون ديال الاسلحه الدفاعيه، يعني ديال الصواريخ اللي كيعمروا المنظومات الدفاعيه اللي كاينه في الكيان، راه بدات كتنفذ. يعني خصك بزاف عاوتاني، يعني خصك التصنيع، والمده ديال التصنيع خصها مده طويله، او لا خصك تمشي للامريكان باش انك تعطيك الامريكان واش مخرجها انها حنا عارفين بانها كتدعم وبانها كتمول وبانها كتحارب الى جانب الكيان، ماشي غير كتدعم ولا، ولكن راه كاين اعتبارات واحده اخرى وذكرتها في السابق. اهمها هو انه الصين وروسيا اذا شافوا بانه هذه الحرب انهكت يعني الجانب الامريكي، راه ممكن يكونوا تحركات في بلايص واحده اخرى. يعني هذه المعطيات كلها تقول لك بانه غادي توصلوا لشي اتفاق، وصعيب عاوتاني ان ايران تستنتج هذه الاستنتاجات هذه كامله. راه حنا غير هوات ونتكلم، يعني ما عندناش ذاك التعمق الكبير، وحتى السياسيين والمحللين الكبار غير تيهضروا تيحلوا، وكاينه سيناريوهات محطوطه وكيقراوها، وكاينه مشاهد وكاينه دراسات وكاينه يعني قراءات للوضع، قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. يعني بلا تشوف المعطيات اللي عنده تيقراها وكذا، اشنو وقع في الكواليس الله اعلم، ولكن من خلال داك الشيء اللي واضح هو انه صعيب انك تمشي في واحد الحرب يعني مدى طويل، يعني تستمر شهر شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، يعني واحد المده للانعكاسات الاقتصاديه وبزاف، وحتى الشعبيه سياسيا ديال ترامب غادي تنخفضوا حتى. واذا لاحظنا راه حتى البارح فاش دخلوا في مفاوضات اللي هي سريه وقال لك بانه ترامب خرج وصرح بانه يعني غنأجل العمليه ديال انه ينضرب المحطات ديال الطاقه لمده 10 ايام، خرج الكيان وضرب بعض المحطات ديال الطاقه. يعني هنا كتفهم بانه اسرا والقياده في اسرا هي الوحيده اللي باغا ان هذه الحرب تستمر، صافي باغا انها تقاتل الى اقصى مدى، لانه خصهم يفهموا وفاهمين بانه اذا ما غزبوا، اذا ما هزموش، واذا ما دمروش ايران في هذه الحرب هذه، فراه ايران غتفهم بانه ما قدروش، واذا ما قدروش راه ما يمكنش عاد يمشيو شهر ولا شهرين ويدخلوا عاوتاني في حرب صعيبه بزاف. وهذا السيناريو غير وارد، يعني الا سالت بشي اتفاق ولا شي حاجه، ولا مثلا بقاو تيتعاركوا حتى واحد مثلا خرج وقال لك بان انا منتصر ونهى الحرب من طرف واحد، مثلا اذا خرجت امريكا والكيان قال لك صافي حنا انتصرنا وحققنا اهداف استراتيجيه، وفي عمقهم وفي قراراتهم هما ما حقوهاش، يعني عارفين ديك الحقيقه، ولكن قالوها فقط للاستهلاك الاعلامي ولحفظ ماء الوجه.
يا راه غتفهم هذا الشيء وغتصنع ديال بصح الاسلحه وغتصنع داك الشيء اللي بغات وغدير التطوير وغدير بزاف ديال الحوايجات لانه غيفهموا الميزاج غيفهموا بانه هاد الناس ما قدروش انهم ياخذوا واحد الحرب اللي هي طويله وبالتالي علنوا هاد الانتصارات ماشي وهميه راه كاين انتصارات على ارض الميدان ولكن هذا الانتصار الكبير اللي بغيتي انت انك ديرو هو تفرض الشروط ديالك وتجعلها خاضعه وانك تقلب النظام او لا تجعل النظام خاضع لداك الشيء اللي بغيتي وموالي لك هاد الشيء صعيب يعني اذا ما حقوش هاد الشيء هما غيفهموا بانه ما قدروش يحقوه يعني هي حرب اللي شكون قادر انه يتماشى اكبر وقت ممكن باستراتيجيه استنزافيه للاخر وشكون اللي قادر انه يصمد باش يخلي الاخر يضطر انه يهز يديه هذه هي الحرب اللي تنشوفوها حاليا وحتى السيناريو ديال الاجتياح البري راه ترامب بدا كيرجعوا بداو تيخرجوا تصريحات وهكا وتسريبات وصحف ناقلا عن مسؤول كبير ناقلا عن كذا بانه هذا السيناريو اصبح مستبعد عاوتاني مع العلم انه تنشوف بانه جنود بالالاف تيجيو لمنطقه الشرق الاوسط من امريكا وفرق اللي كتدخل مثلا غير في الحروب العالميه مثلا ديك الفرقه 82 ما كتدخلش دخلت في الحرب العالميه الاولى ولغاوها مشات شويه حيوها في الحرب العالميه الثانيه وها هي ستتدخل هي جايه مثلا الشرق الاوسط يعني هذا الشيء كله صعيب ما عندك ما تفهم اللي فاهمين واللي تنعلقوا عليه واللي تنحاولوا اننا نحطوا سيناريوهات هو هذا الشيء اللي تيخرج اما شنو كاين زعما تحت الكواليس وشنو كاين في الادمغه ديال هاد الناس والاستراتيجيين ديالهم حيت هما راه احيانا تشوف بانه خطوه سذجه ولكن تقول واش هاد الخطوه السذجه غتجي من واحد الناس اللي استراتيجيين وقاده حرب وعندهم تجارب وعندهم بزاف الحوايج يعني صعيب داكشي علاش تفرج وتصنت والله يدير الخير ويرجع السلام لانه راكم عارفين التاثيرات الاقتصاديه ديال هذا الشيء راه ستنهك العالم جميعا يعني كل شيء ساكنه ديال كوكب الارض حتى الماشيه معنيين بهذه الحرب هذه